المغرب ضد مالي من بعد ما ربحنا امريكان ودزنا للدور 16 اللي فين غنلعبوا ضد مالي اللي كانت اخر مواجهه لعبنا ضدهم هي الفينال ديال كاس العالم افريقيا فين ربحناهم بيلانتيات اللي كانت في 19 في شهر 4 2025. في هذا الفيديو هذا غادي نهضروا على التكتيك ديالهم والابرز اللاعبين ديالهم والنقاط الضعف وما نطولش عليكم الدراري. واحد لايك وسبسكرايب للقناه مزال جديده باش تدعمونا نكملوا وبلا مقدمه طويله ندوزو للفيديو. منتخب مالي خصوصا في الفئات اقل من 17 سنه ماشي فريق عادي، هو منتخب عنده واحد التاريخ في المونديال وفي فئات الشباب بالتحديد كيعرف كيفاش يتعامل مع المواجهات الحاسمه. ومن ابرز النقاط القويه ديالهم هي السرعه والمهارات. الماليين معروفين بواحد السرعه كبيره ديالهم في اللعب وعندهم واحد اللاعبين كيقدروا يخترقوا الدفاعات بسهوله بالمهارات الفرديه. الا جينا نشوفوا القوه البدنيه ديالهم الدراري فراه اللاعبين ديال مالي صغار في السن ولكن اخويا البنيه الجسديه ديالهم قويه بزاف وهذا الشيء كيعطيهم الافضليه في المواجهه الفرديه والصراعات على الكره. هما معروفين ملي كيمارسوا الضغط كيديروا واحد الضغط عالي على الخصم من بدايه الماتش حتى اخر الماتش، وهذا الشيء كيخلي اي فريق تيديروا اخطاء بسبب الضغط ديالهم، وهذا الشيء كتحسب لهم نقطه ايجابيه الدراري بكل صراحه. واخا مالي فريق قوي ولكن عنده حتى هو النقاط الضعف اللي خاصنا نركزوا عليهم. من ابرز نقاط الضعف ديالهم هو الضغط التركيز في الدفاع. بعض المرات كينقص التركيز في الدفاع ديالهم وخصوصا في المساحات اللي كتكون ما بين قلب الدفاع والاظهره، وكتكون عندهم اخطاء فرديه بسيطه ممكن يديروها الماليين في بعض الاحيان وخصنا نكونوا واجدين باش نستغلوا اي خطا. الضغط الهجومي المضاد، السرعه ديالهم ممكن تكون سلاح لينا باش نستغلوا المساحات اللي كيخليهم من بعد ما كيهاجموا باش نديروا عليهم واحد الهجمات مضاده، وخاص ديك الهجمه اللي غتكون ضدهم تكون سريعه. ومن ابرز اللاعبين ديال مالي اللي خاصنا نردوا منهم البال في الماتش عندك الرقم 6 المدافع موديبو كوليبالي، هذا اللاعب اللي عنده قوه بدنيه، والمهاجم رقم 11 سالف تراوري اللي كيتميز بواحد السرعه ديالو في الهجوم. وهاد اللاعبين عندهم امكانيات كبيره وخاصنا نحبسوهم. دابا غادي نشوفوا الاحصائيات اللي كتخص ما بين المواجهات المغرب ومالي في اقل 17 سنه. اخر مواجهه رسميه اللي كيف ما قلت لكم بيلانتيات كانت في النهائي ديال كاس افريقيا للشباب وتوجنا باللقب من بعد ما ربحناهم بيلانتيات، وهذا الشيء كيعطينا واحد الدفعه معنويه كبيره. المباريات اللي جمعتنا مع مالي ديما كتكون متقارنه في المستوى ولكن هذا الماتش غادي يكون صعيب. في كاس العالم للشباب في 2023 كنا تلاقينا معاهم في الربع النهائي ديال المونديال وخسرنا معاهم ب1-0، وهذا الماتش هو الفرصه اللي يردوا لهم الهزيمه ديالهم. المدربين ديالهم كيعتمدوا على الخطه وكيستعملوا غالبا خطه 4-3-3 او 4-2-2. شنو خاص المغرب يدير باش يربح؟ باش المغرب يخرج بواحد النتيجه ممتازه خاص يدير واحد 3 خطوات مهمه. اول حاجه هما يضغطوا على الماليين منين تكون عندهم الكره حيت ضروري غيديروا شي خطا، وثاني حاجه يلعبوا على المرتدات وخصوصا عبر الجهه اليسرى ديال المالي اللي كتكون خاويه. ثالث حاجه هما يحافظوا على التركيز في الدقائق الاخيره حيت الماليين كيعرفوا يهاجموا بواحد القوه في النهايه. وما نساوش الضربات الثابته اللي يقدروا يكونوا سلاح مهم بزاف لينا. ولكن القصه مازال طويله، طريق نحو اللقب مازال فيها محطات ومالي هي محطه مهمه خاصنا نفوتوها. الثقه في اللاعبين ديالنا كبيره وكنتمنى من الجمهور يوقف معاهم. وقولوا لي نتوما شنو بان لكم في هذا الماتش وتهلاو لينا في راسكم ونشوفكم في الفيديو الجاي من بعد انتصار ان شاء الله.